مو كل شخص ما بيقدر يركز عنده ADHD، ومو كل شخص بيفكر زيادة عنده قلق، ومو كل شخص حزين يعني مكتئب. بس كيف تفرق بيناتهم؟ شي مرة قعدت قدام شغلة بسيطة بتعرف إنها مهمة ولازم تبلش فيها هلأ، بس تحس حالك مكربج ومو قادر تتحرك، بعدها تفتح شي تاني دقيقة بس وفجأة تروح ساعة كاملة. هذا قريب من تجربة ADHD عند ناس كتير. المشكلة مو إنه الشخص ما يقدر يركز أبداً، لأنه نفس الشخص ممكن يدخل في تركيز عميق جداً على لعبة، مشروع، فيديو أو موضوع يحبه وينسى الوقت بالكامل. المشكلة إنه ما يقدر يختار التركيز وقت اللي يحتاجه. الدماغ في ال ADHD يتعامل بشكل مختلف مع الدوبامين والمناطق المسؤولة عن التخطيط وضبط الاندفاع وتنظيم الوقت، مثل القشرة الجبهية، تشتغل بطريقة مختلفة عند كتير من المصابين. مشان هيك المهام المملة تحس كأنها جدار، بينما الأشياء الممتعة تسحب الانتباه بقوة. الشخص ينسى مواعيد، يضيع أغراض، يترك مشاريع في النص، يقاطع غيره، يتأخر رغم إنه بلش يستعد من بكير، ويحسب الوقت بطريقة غريبة. 10 دقايق في راسه ممكن تطلع ساعة في الواقع. بالمدرسة أو الشغل يسمع كلمات مثل مهمل، كسول، مستهتر، مع إنه من جواته بيحاول يمسك يومه بكل قوته. أصعب شيء إنه يشوف الفوضى قدامه، يعرف الحل، يعرف الخطوات، بس يحس إنه بين النية والتنفيذ مسافة ما يقدر يشرحها لحدا. طيب، إذا المشكلة مو إنك ما بتقدر تركز وإنما عقلك ما بيوقف تفكير، هون القصة مختلفة. اضطراب القلق العام. تخيل إن عندك منبه داخل رأسك لكنه ما يرن وقت الخطر، بس يرن طول اليوم. رسالة ما رديت عليها، موعد بعد أسبوع، كلمة قلتها بالأسبوع، فاتورة جاية، نظرة حدا باجتماع، كل شيء يفتح باب احتمال جديد. هيك بصير باضطراب القلق العام. القلق الطبيعي بيجي مع سبب واضح ويروح لما ينحل الموضوع، بس هون العقل بيضل يدور على مشاكل حتى لو ما في مشكلة قدامه. علمياً الجهاز العصبي بيتعامل مع التوقعات اليومية كأنها تهديد، فيفرز الجسم هرمونات توتر، وتبدأ أعراض مثل شد العضلات، ألم المعدة، صداع، خفقان، تعب وتوتر في الصدر. الشخص ما يكون بيفكر كتير لأنه بيحب التفكير، هو علقان في دائرة التوقعات. يرسل رسالة بعدين يراجعها 10 مرات، يدخل موقف عادي ويطلع منه يعيد كل كلمة قالها، يقرر شي بسيط ويصير يسأل طيب لو صار هيك، ولو فهموني غلط، ولو اخترت الخيار الخطأ. ومع الوقت يبلش يتجنب أشياء كتير منشان يرتاح، مكالمة، طلعة، مقابلة، أو حتى نقاش بسيط. الراحة لحظية، بس القلق يكبر لأن الدماغ يتعلم أن الهروب هو الحل. في النهاية الشخص يكون تعبان مو من الأحداث، بل من كمية السيناريوهات اللي عاشها قبل ما تصير. بس في حالة ثالثة ما بتخليك تفكر زيادة، بتخليك أحيانا ما عاد عندك طاقة تعمل أي شيء. الاكتئاب. ممكن يمر عليك يوم تصحى فيه وانت نايم ساعات طويلة، بس جسمك كأنه مرتاح، تتفرج على شيء كنت تحبه وما يحرك فيك شيء، تاكل أكلك المفضل وتحس الطعم عادي، تفتح الموبايل وتسكره لأنه حتى الرد على الناس صار يحتاج طاقة. هذا أقرب شيء للاكتئاب عند ناس كتير. الاكتئاب ما شرط يكون حزن واضح أو بكاء، أحيانا يكون فراغ، كأنه الدماغ قلل الصوت على كل شيء بالحياة. علمياً الاكتئاب يرتبط بطريقة الدماغ بالتعامل مع مواد مثل السيروتونين والدوبامين، وهي مواد إلى علاقة بالمزاج، المتعة، الدافع والشعور بالمكافأة. لما هذا النظام يتلخبط، الأشياء البسيطة تصير أصعب: القوم من التخت، الاستحمام، الأكل، التركيز، وحتى الكلام مع شخص تحبه. الشخص ممكن ينسحب من الناس، مو لأنه يكرهن، بس لأنه ما عنده طاقة يمثل أنه بخير. وممكن ينام كتير أو ما ينام، ياكل كتير أو يفقد شهيته، ويحس أفكاره تضغط عليه طول اليوم. المشكلة إنه الاكتئاب يتكلم بصوت مقنع جدا، يقلك إنك ما رح تتحسن، إن الناس بتتعب منك، وإن الفرح اللي كنت تحسه قبل كان شي وانتهى. ومع الوقت يصير الشخص يصدق الكلام هاد لأنه طالع من داخل رأسه، مو من شخص غريب. اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه والقلق العام والاكتئاب، كل واحد منهم له أعراض مختلفة، وممكن أحيانا تتشابه بعض الأعراض بيناتهم. إذا حسيت إنك عم تعاني من أعراض مستمرة وعم بتأثر على حياتك، لا تحاول تشخص حالك لحالك. المختص هو الشخص القادر يحدد شو عم يصير معك.